السلام عليكم، وعشركم مبروكة، كي دايرين؟ كي غاديين مع سيدنا رمضان؟ اليوم غنشارك معاكم واحد التحلية كتجي خطيرة بالجبن، هي كيكة بالجبن كتجي رائعة بطعم د الحامض، يالّا ما نطوّلش عليكم نخليكم مع المقادير. غادي نبداو بالمقادير، عندي هنايا قشور ديال حامضة حكيتهم، غادي نزيد عليهم قبيصة د الملحة، غادي نزيد واحد 50 غرام ديال السكر كلاصي، من الأحسن سكر كلاصي باش ما تحدبوش بزاف مع السنيدة، إلا كانت عندكم سنيدة رقيقة تقدروا تستعملوا سنيدة رقيقة كيف قلت لكم هاد هو ما كيجي ما بين التشيز كيك ما بين الكيك، المهم هانتوما غادي تشوفوه في الآخر كيجي رائع، غادي نحرك مزيان داك السكر مع القشور د الحامض باش يطلق ليا داك القشور د الحامض تعزّز ليا النكهة ديال الكيك ديالي، غادي نزيد واحد الحبة ديال البيض، غادي نطرّبها حتى هي مزيان مع داك السكر حتى كنحاولوا نذوبوا داك السكر كلاصي، هو خلاص دغيا كيذوب السكر كلاصي ماشي بحال السنيدة، داك الشي باش قلت لكم من الأحسن السكر كلاصي، هي راه ما كتجيش حلوة، عرفتي راه كتجي رائعة، غنبقى نغريكم دابا، صافي غادي نحرّك مزيان داك البيضة ديالي، من بعد غادي نذوب الزبدة. غادي نحتاجو تقريبًا واحد 110 غرام ديال الزبدة، المهم أنا ذوبت الزبدة غير تذوب شي شوية ماشي تسخن بزاف، وإلا ذوبتوها وسخنات ليكم بزاف خليوها حتى تبرد، ها نتوما كتشوفوها باقيين فيها الطريفات، باش ما تخسرش لينا الكيك ديالنا ويجينا مفشفش، صافي كنحرك مزيان داك الزبدة، من بعد كنزيد 4 كاس ديال العصير د الحامض، 4 كاس زايد شي شوية نتوما شفتوه، كنحرك مزيان راه كتجي بالطيبة د الحامض ما عرفتي كيجي غير الgoût د الحامض ما كتجيش حامضة. ما عرفتش كيفاش غنوصلها ليكم، ولكن راه كتجي رائعة زعما الناس اللي كيحماقوا على الحامض، وحتى الناس اللي ما تيعجبهمش الحامض غادي تعجبهم. صافي هنا غادي نبدا نزيد في الطحين، عندي تقريبا واحد 165 غرام ديال الطحين، غادي نغربلو، غادي نزيد معاه خمارة وحدة، غادي نديرو غير خمارة وحدة حيت الكيك ما كيجيش عالي كيف شفتوا، ما غاديش يجي عالي. هنا غادي نزيد الخميرة الحمرا اولا خمارة حمرا، صافي غادي نغربل كلشي وغادي نخلطو. صافي غادي نبدا نخلط ندخّل داك الدقيق ديالي، كنمشيو نيت غير إما بلا سباتول ولا كتبقاو نيت بالفوي، صافي غندخّل هو العجينة كتجي شوية تقيلة، راكم عارفين الكيك اللي تيكون بالزبدة تيكون شوية لا texture ديالو تقيلة، صافي أولا القوام ديالو كيكون تقيل، صافي أنا غندخّل مزيان داك الخليط أولا الدقيق ديالي مع الخليط، هانتوما غادي تشوفوا في الآخر غادي نوريكم كيفاش كيجي القوام ديالو تقيل، ولكن راه ما تقولوش تقيلة غتجي مطقسة ولا، رانا غنقطعها معاكم، كتجي مفشفشة، راكم عارفين أصلًا الكيك ديال الزبدة تيجي هشيش بزاف بزاف وكيجي مفشفش، شتو كيفاش كتجي القوام ديالها تقيل شي شوية، غير هو ما تطربوش كتر من القياس، غير تبان لكم مدامج داك الطحين صافي. هنايا عندي واحد المول، واحد السيركل، من الأحسن أنا عندي هذا اللي كبير شي شوية، من الأحسن خذوا اللي صغير، اللي صغير شي شوية يكون عنده داك 18 20 كاع ماكسيموم ديال في القطر ديالو، غادي نخبط داك الخليط ديال الكيك ديالي، كيف كتشوفوا شفتوا راه تقيل شي شوية، صافي وغادي نحاول نإيطاليه مزيان وبيان سور ما غادي نخليو حتى حاجة في البول ديالنا. صافي غادي نحط كلشي في القالب ديالي أولا في السيركل ديالي، نتوما تقدروا تستعملوا غير كيك عادي غير مول عادي، صافي أنا من بعد راه دهنتو خلاص بالزبدة ورشيته بالدقيق باش ما يلصقش لينا حيت باقيين غنديرو الجبن، ها نتوما شفتوا كيف إيطاليته مزيان، صافي هنا غادي ندوز الكريمة أولا الجبن أولا التشيز، المهم عندي عاوتاني قشور د الحامض محكوكين غادي نزيد عليهم 100 غرام أولا 80 غرام سكر كلاصي، اللي على حساب الحلاوة نتوما ما تفوتوش 100 غرام باش كيجيكم زوين، صافي عاوتاني غنحركو مزيان مع داك القشور د الحامض باش يطلق لي داك النسمة ولا النكهة تعزّز ليا مزيان ديال الحامض، صافي غادي نحركو مزيان، غادي نزيد حبة ديال البيض، غادي نزيد حبة د البيض وغادي غادي نحرّك مزيان، بحال تقولوا في الخليط الأول كيكون فيه الزبدة والدقيق، الخليط الثاني ديال الجبن تيكون فيه السكر، البيض، قشور د الحامض بطبيعة الحال، والجبن كيعوّض ديك الزبدة، كيجي واحد الميلونج رائع، صافي كنحرّك مزيان
ديك البيضة ديالي، غادي نزيد تقريبا 300 غرام ديال الجبن الأبيض، كتستعملوا الجبن اللي بغيتو ديال سطيلة، بغيتو ديال الجبن أي واحد، المهم حاول ما يكونش مالح بزاف. صافي كندخّل مزيان داك الجبن مع داك البيضة ديالي حتى كيمتزج مزيان. تقدروا في هذه المرحلة تستعملوا الطراب ديال الكهرباء، هنايا عاوتاني عندي ربع ديال الكاس ديال الحامض أو العصير الحامض، أنا كنقول لكم هكا بالكاس باش تقدر تكون حامضة ولا نص حامضة، نقول لكم نص حامضة تقدر ما تكونش فيها الما، المهم ربع كاس ديال العصير الحامض، هانتوما شفتوه ربع كاس واقف ماشي زايد بحال في العجينة، هانتوما شوف كي كتولي ليس. صافي. دابا غادي ندوز باش نخويها على الطبقة الأولى ديال الكيك، صافي غادي نخويها فوق الطبقة ديال الكيك، قلت لكم كيجي تشيز كيك ولكن بالكيك، كلشي كيطيب مع بعضياتو، ماشي كنطيبوا البسكوي عاد نزيدو هذا الكريمة لأ، كلشي كيطيب مع بعضياتو، أنا شوفوا راه المول ديالي راه شي شوية كبير، نتوما حاولوا هاد المقادير اللي عطيتكم ديروها في مول صغار شي شوية على هذا. صافي غادي نحرّك مزيان غنطلق أولا غنسرّح داك الكريمة ديالي ديال الجبن فوق حتى نساويها كاملة مزيان. صافي هنايا كنبقى نخبطها هكا واحد شوية باش كنساوي ليها القوام ديالها أولا السطح ديالها كنساويه ليها مزيان. وفي نفس الوقت إلا كان هكا شي فقاعة ولا شي هوا كيخرج، صافي راني رديت الفران يسخن على 180 درجة، كندخلوها للفران يكون سخون، من بعد ما كتحمر لينا من الجناب كنشعلو ليها من الفوق باش تحمر ونخرجوها من الفران. التشيز كيك ديالي من بعد ما كيخرج من الفران هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع دوك الطبقة ديال الكيك مع الجبن كتجي خطيرة، 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 وأنا غادي نقطّع معاكم بطبيعة الحال باش تشوفوا كيف كيجي من الداخل، راه عرفتي ديك الكيكة كتجي هشيشة، هشيشة كتجي جامعة ما بين البسكوي والكيك، رائعة، رائعة. وكيف قلت لكم اللي بغا يديرو في مول صغير باش يجيه عالي كتر، أنا كتعجبني الكيكة صراحة ولا لي طاغط هكا يجيو شوية رقاق، داك الشي باش درتو في داك المول عريض. ها نتوما شتي ديك الطبقة ديال الكيك اللي كتجي هشيشة، كيف قلت لكم كتجمع ما بين الكيك والبسكوي، شوفوا عن قرب شتي ديك الطبقة ديال الجبن كيف كتجي غزالة، غزالة، كنتمنى أنكم تجربوها وإلا جربتوها تخليو ليا كومونتير وكيفاش جاتكم، وما تنساونيش من اللي جا إلا عجبتكم الوصفة وتبارطاجيوها مع صحابكم وأحبابكم، وخليت لكم الراحة والسلام عليكم.